سلام البنات، ان شاء الله كامل تكونوا ملاح. بعد الصلاة والسلام على رسول الله. وصفة اليوم وصفة كيكة الشوكولا بكريمة اقتصادية وبحجم عائلي. تجي بزاف بنينة هذه الكيكة، جربوها ما تندموش. نبداو بالمقادير وطريقة التحضير. نحتاج في الوصفة تاعنا 3 حبات بيض يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، وغرفة صغيرة تاع لافاني، رشة تاع ملح، كاس تاع سكر عادي، نص كاس تاع زيت، وكاس الا ربع تاع حليب. نخلطوا هذو المقادير مليح بالباتر عفوا، ولا بالبرا. انايا الباتر ملكيتوش، درت غير بالبرا. نخلطهم مليح البنات. كما شفتوش الزيت ولا حليب راني ضفتهم بصح، ضفت هذوك المقادير كامل سوائل كامل وخلطهم. ولا هنا نجيب صفايه ونحط فيها كاس ونص تاع فرينه، 2 مغارف كبار تاع كاكاو، وباكي ونص تاع خميرة الحلويات، ونغربل جميع المقادير. ورايحة نزيد نخلط جميع النواشف مع السوائل، وهكذا يكون الخليط تاع الكيك جاهز. البلاطو تاعنا 30 على 25، ندهنوه غير بالزبدة، ونحط فيه الكيك تاعي، نسويله السطح، ويكون الفور تاعي مشعل. ما يكون الفور تاعي ديجا سخون من قبل، هكذا غير نقصلو للفور ونحط الكيكه تاعي طيب. ما ننساوش البنات نخبطوها بهكذا يتساوى السطح تاعها ويخرج هذاك الهواء الزايد. لهنا البنات انا نخليها تبرد شويه، ماشي وهي سخونه نشربها. لهنا تشربوها بواش تحبوا، بواش كان موجود عندكم. انا درت كاس حليب ومغرفه صغيره نسكافيه، هذا بواش شربتها. لهنا الكريمه نحتاجو نص لتر تاع حليب، ربع كاس تاع فرينه، نغربلوه ونزيدو نضيفو نص كاس تاع سكر عادي، ونزيدو نضيفو مغرفة كبيرة تاع كاكاو. هي من الاحسن يكون عندكم كاكاو نوار خير من الكاكاو البني. ما الكاكاو البني او معطاليش هذاك اللون اللي كنت حبيته. نخلط هذو المقادير كامل ونحطهم على نار هادئه. بعد ما يعقدوا نزيد لهم مغرفه كبيره تاع زبده، 50 غرام حتى 100 غرام تحبوا شيكولا، مثل اي نوع شيكولا تحبوا تضيفوه، من 500 غرام الى 100 غرام. نخلط هذوك المقادير وهي الكريمه تاعي سخونه، ونزيد نضيفها على الكيكه تاعي بهذه الطريقه. والتزيين دائما راح يكون اختياري. انا درت نص بالكاكاو ودرت نص بالحبيبات هذو الملونه. اتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم وصفه اليوم. هذه الكيكه الشيكولا الاقتصاديه، غير ب3 حبات بيض والكريمه تاعها كما شفتوش اقتصاديه، غير بالحليب، ما كاين لا نشا لا والو، حاجه بزاف خفيفه وتجي بزاف بنينه. يعني تقولوا يعني ما عندها فيهاش مكونات بزاف، ولا تجي شويه ناقصه، ولا تجي تهبل، وحتى بكون تقدميها لضيافك رايحه تجي روعه وتحمر لك وجهك. اتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم وصفه اليوم، وجربوها تكتبوا لي في الكومنتير. ما تنسوناش بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس بيوصلكم كل جديد من قناه حلويات ماشا. ولايك شباب كيفكم، وتعليق وبارطاج. وما بقى لي غير نقولكم بسلامه في الفيديو الجاي ان شاء الله.